يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح أيام الامتحانات الجميلة اللي كلنا مسحولين فيها، وصباح البرد وأيام الشتاء وشكل المحشي اللي بيقول لنا هتاكلوا وتتدفوا. ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ أول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده ما تنسيش تشتركي فيها عشان عيلتنا تكبر بيكم إن شاء الله. يلا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بصوا بقى، انتوا عارفين ان انا عندي مصداقية في فيديوهاتي حتى لو مش بصور من اول لقطة لاخر لقطة، بس انتوا عارفين ان انا عندي المصداقية. المحشي ده انا عاملاه من على بيات، من بالليل في السهرة كده، قعدت لفيته وحطيته في التلاجة وقمت الصبح طلعته زي ما انتوا شايفين كده. لان يوم الشتاء قصير و... واللي صحته على قده يعمل كده. وفي ايام مدرسة العيال بتذاكر، العيال رايحة دروس، ما انتش فاضية من حاجات كتير لو هتخرجي كده. المهم عملته بالليل، والناس اللي بتحب تعمله طازة بطازة الصبح براحتها، يعني كل واحد يعمل اللي هو يريحه. عملته بالليل وحطيته في التلاجة، قمنا الصبح فطرنا، غسلت مطبخي وروقت الدنيا كده حواليا وولعت على فرخة كده وطلعت الحلال. قلت والله لا اعملهم ايه بالسمنة البلدي عشان احلف ان انا اكلتهم محشي بالسمنة البلدي. المهم حطيت معلقتين محترمين كده على وش الحلل بتاعة المحشي. وهنا انا عامله حلتين لان في ناس عايزه تاكل بشطه وفي ناس ما بتاكلش بالشطه. فحطيت ده فلفل اخضر مش مشطشط ولا حاجه، وده فلفل شطه حطيته كده في حله المحشي اللي هي بالشطه. بس عايزه اقول لكم ان انا حسيتها هاديه شويه، فرجعت حطيت شطه حمراء عاديه خالص، اللي هي الشطه العاديه دي بتاعه الشطة الناعمة. مش عارفة مفيش تركيز ليه. المهم عملتهم كده وولعت عليهم النار زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ بقى اشوف اللي ورايا في الشقة. ان كنت اكنس، ان كنت اغسل هدوم، ان كان عندك هدوم هتلميها كده. ما يبقى عندك اكل كده بتولع عليه بسهولة، بيبدأ ينجز معاكي في بقية اليوم. تمام. دخلت كده بقى، بدأت ألم الشواحن والحاجات اللي محطوطة وامسح الأسطح بقى اللي هي مثلا التلفزيون. لو عندك شاشة ماشي امسحيها برضو، شوية تراب عليها، الإزاز، الحاجات دي. أبدأ أروق كده. وروتين بسيط جدا يا بنات، وأنا عارفة إن أنا غايبة جدا عن القناة، بس اعذروني. مش عارفة أصور الفترة اللي فاتت دي كلها، مش عارفة في إيه. يعني هو في شوية تعب غير شوية التعب، في مش عارفة حاسة الجو فيه حاجة غريبة كده مخليكي تنامي، مش عارفة بقى. شوية كسل مع شوية التعب. المهم بقول لكم هنا ان انا مسحت كل حاجة. تعالوا اقول لكم هنا انا كنت بقول لكم ايه. بقول لكم ان دي بتاعة المكنسة، تمام. دي مش بتاعة المكنسة الاصلية. بتاعة المكنسة الاصلية انكسرت، ورحت دورت، طلع عيني عما جبت القطعة دي، مش عارفة مش ملاقيها ليه، ومش حلوة. بقول لكم شوفوا، يعني عملت زي صدى، هي ما صدتش خالص بس عملت زي صدى كده، وبتقع كل شوية من المخرج ده، ما كانتش زي الأصلية. فاللي عنده حاجة يا بنات يحافظ عليها حرفيا، يحافظ على الحاجة الموجودة. أولا لأن الحاجة غلت جدا الطقطقين، وتلاتة، وثانيا لأن لو لقيتي حتى قطع الغيار ما بتلاقيهاش بجودة الحاجة الأصلية. يعني ديت بتطلع عيني كده على ما بكنس، بتكنس وبتشفط وكل حاجة، بس بتتخلع مش زي الأساسية اللي كانت راكبة. وهتشوفوها معايا دلوقتي وهي اتخلعت. هتبان يعني في الفيديو. فبرجع اركبها، فكل شويه بقى تلاقوني ايه، اركب فيها، ماشيه معاها بالراحه كده واركب فيها. المهم بقى طلعت المكنسه بتاعتي وكنست الشقه كلها، شفطتها كده اهي يا بنات، اتخلعت اهي. شفطت الشقه كلها كده واتاكدت انه كله اتشفط حلو كده، كل ده وانا مفتحه الشقه تتهوى. اول ما بنصحى كده لازم نغير الهواء بتاع الشقه، تفتحي شبابيك كلها، سواء شبابيك لو انت عندك مسقط منور الحاجات دي. لو انت في اخر دور زي حالاتي افتحي باب الشقه برضو، بلكوناتك، شبابيكك، كل حاجه. تبدا الشقه تغير جو، الجو اللي فيها الهوا يعني، تبقي جددتي هواها كله. ولما تخلصي بقى اللي وراكي والطبيخ وريحه الاكل والدنيا تبداي تقفلي. المهم حطيت الاكل على النار زي ما انتوا عارفين، ومسكت الشقه شفطتها كلها تشفيطه محترمه، وكان عندي هدوم على الحبل. بدات اخرج الستاره لبره والم غسيلي كله. فانتي برضو كده تشوفي اللي وراكي كده وتستفي اولوياتك كده الاول، وايه اللي عايز يتعمل، وتبداي تعمليه واحده واحده كده، هتلاقي نفسك خلصتي. الشبابيك زي ما شايفينها يا بنات مفتحه ازاي،
وببدأ اخلص بقى كده الغسيل وطبقته كله ودخلته، وبعدين دخلت على الاكل اهو. لقيت المحشي استوى اهو، بوريكم ان هو استوى. انا بحبه مستوي شويه كمان، يعني بحب ورقه الكرنب كده تبقى سايحه كده وناعمه كده. آه، فببدأ اسيبه على نار هادية خالص لحد برضو ما العيال تكون جت من الدروس كده ولادي، ويكون الاكل لسه سخن كده، وابدأ اكله. فاهمني؟ بدأت بقى اقفل الشقة، والراجل بتاع اقفل الشبابيك كلها واقفل الشقة كلها كده. وبعدين الراجل عدى بقى اللي هو بيبيع الخس ده، جبت منه شوية خس محترمين كده. قلت بقى اما اغسلهم بالمرة كده وانضفهم، بيبقى حلو مع الفطار مع العشاء، مع سندوتش عجوزة كده ولا مرطب. الف هنا يا رب للي ياكل، بيبقى طعمه جميل قوي. الخس دلوقتي حلو، الخس بيبقى في الشتاء جميل قوي. المهم يا بنات، دخلت بقى غسلتهم غسلة محترمة كده، وما كانش فيه اطباق تاخدهم، فغسلت الحوض كويس وحطيت كله فيه كده، وعشان لو في طينة في حاجة. وغسلت الخس غسلة محترمة كده. وبرضو خلصت الخس وطلعت كنست السلم، وبعدين اخدت لي دش دافي بقى وغيرت هدومي بقى واستنيتهم. وبعدين لما جم كلهم بدأت اغرف واكلهم. شوفي ولادك بيحبوا ايه واعملوه لهم. حتى لو انت تعبانه، خدي هدنه كده وارتاحي واعملي اللي بيحبوه. تمام. انا عامله لهم هنا زي ما انتم شايفين المحشي، وما عملتش لسان عصفور وفرخه كده، وجنبها الكبده والقنصه والجناحه بتاعتها، وكله تمام كده. وحمرت وغرفت المحشي اللي من غير شطه في طبق، واللي بشطه في طبق تاني لوحده. ونقعد ناكل بقى بألف هنا وشفا لهم يا رب. هما كانوا طالبينه منه بقالي فترة، وما بدأت حسيت ان انا كويسة، قلت لا، اول حاجة اللي ولادي طلبوه. فبجد الايام دي ما بتتعوضش. لما ولادك هيكبروا هتقولي يا ريتهم يرجعوا صغيرين تاني وعيش ايامهم تاني وكده. فكل حاجة ولادك يطلبوها اعملوها بحب، اعملوها سوا، خلوهم يقعدوا يساعدوكي. المهم كان عندي مشوار كده، فقلت بقى اما اخرج طلعت اللبس ده بعد بقى بالليل خالص، بقى خلصت كل اللي ورايا في بيتي. طبعا انا لو مش عامله المحشي من قبلها بالليل مش هلحق اعمل كل ده في يوم واحد. طبعا فاهميني. وبدات بقى طلعت لبسي وبدات خرجت، ورحت المشوار اللي انا رايحاه. واتمشيت شويه، وانا راجعه جبت بقى ايه شويه حاجات في ايدي كده. ما عرفتش اصور معاكم قوي بره، لان كان معايا برضو ناس اصحابي وكده، وكان ايس كريم وحاجات كده، وتفسحنا شويه. وبعدين جبت بقى موز، وجبت سفندي، وجبت ذره فشار، قلت عشان اروح نعمل منهم وناكل كده واحنا قاعدين. كنت مخلصه سفندي، وكان عندي كام صابع موز، يعني ما ياكلوش حد بصراحه. فقلت لا، خدي في ايدك بقى وانت مروحه حاجات كده. وجبت شويه ذره فشار صغيرين كده، هعملهم مثلا على مرتين ولا حاجه، وممكن كمان يجيبوا 3 مرات، بس انا بعملهم مثلا مرتين عشان كله ياكل. فاهمين؟ يبقى بكتير يعني. وبدأت بقى دخلت بقى غيرت هدومي، ودخلت بقى على المطبخ عشان استف الحاجه اللي انا جايباها من بره. كنت بقول لكم يا بنات، بقول لكم عيشوا الوقت ده، استمتعوا بيه. اي نعم احنا بنزهق من الترويق والتستيف ورا عيالنا، وبنزهق من ذاكر 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 والحاجات دي. بس بجد يا ولاد الايام دي مش هتتعوض. لما تكبروا كده وكلهم بقى يروحوا مشاغلهم، وتحس ان الدنيا فضت عليكي، هتقولي يا ريت الزمن يرجع تاني. فحرفيا يعني عيشوا الايام بحلوها، خدوها ببساطة، هتحسوا انها جميلة. وارموا ورا ظهركم، ارموا ورا ظهركم اي حاجة تزعلكم، ارموا ورا ظهركم الغلاء، ارموا ورا ظهركم كل حاجة تتعكر عليكم مزاجكم، وانتوا هتحسوا فعلا بطعم الايام انها جميلة. بس اقول لكم ان هو اليوم ده انا كنت تعبت برضه من الوقفه والخروج كده، بس قلت لا، يلا ندخل نعمل شويه فشار وست في الحاجه اللي انا جبتها، ونحس باللمه والدفى. وكمان خصوصا هو ايام امتحانات وايام شتاء وايام برد. انا مش عارفه الفيديو هينزل لكم امتى بصراحه، لان انا مصوره، انا عندي مرحلتين، مش الامتحانات عندي مرحله واحده، عندي مرحلتين. فانا مش عارفه اصور في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت ما كنتش عارفه اعمل مونتاج كمان. المهم وقت ما ينزل لكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشيروه مع اصحابكم عشان عيلتنا تكبر. المهم جبت فضيت الموز والسفندي زي ما انتم شايفين، وجبت لي صباع موز بقى وسفنديه كده كلهم وانا واقفه واعمل الفشار.
عايزه اقول لكم ان انا حطيت الحله ما فيهاش الا زيت بس، ونسيته انه وسخن جامد، ورجعت طفيت عليه لما الحله تهدى شويه وارجع اعمله تاني. ولما هدت بقى حطيت الفشار الذره واحط فوقه الزيت عادي، وعملت بقى كوبايتين شاي كده يظبطوا الدماغ كده مع الفشار. وجبت بقى اكلت مزايا، وهولع النار بقى هنا لان كنت طفيتها لما قلت لكم الزيت سخن وما كنتش لسه شغلتها. مين بقى زي كده بيحب وال وهو بيفضل حاجة ياكل منها؟ كلنا اكيد يعني، ولا انا لوحدي؟ انا بحب كده اما اكون بفضي حاجة وخصوصا الموز بصراحة لانه بحبه قوي اكل منه. ومين برضو بيحب يتفرج على على الفشار وكده وهو بيفرقع، شغل العيال ده. بحبه قوي. المهم جبت طبق بلاستيك بقى كده ونفضي بقى فشارنا كده ونعمل شوية الشاي وكده بقى. كان يومي خلص وكنت مهلوكة رغم ان عاملة المحشي من الليل، بس كنت مهلوكة برضه. يا رب يديم علينا الصحة جميعا ويديم علينا اولادنا ونفرح باولادنا يا رب. يا رب نفرح باولادنا كلنا ونشوفهم في اعلى المراتب واللي ربنا ما ادالوش ربنا يديه يا رب ويطعم كل مشتاق. وكده يكون يومي خلص واكون استمتعت بيه جدا لان عملت لولادي حاجة بيحبوها. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما.